اللغة العربية واحدة من أعقد وأغنى لغات العالم، لغة فيها اتجاه الكتابة مختلف وحروف بتتغير أشكالها حسب مكانها في الكلمة، ونظام نحو وصرف معقد ومبهر في نفس الوقت واللي أغلبنا فاهمه. بس السؤال هو إزاي آلة مش بتفهم غير الصفر والواحد قدرت تفهم لغة زي العربية؟ النهاردة مش هنتكلم عن تاريخ اللغة العربية، لكن عن فرع محدش بيتكلم عنه واللي هو التاريخ التقني للغة العربية. إزاي تم تعريب الكمبيوتر رغم إن العربية مختلفة عن الإنجليزية في الشكل والاتجاه والتشكيل؟ إيه الخوارزميات اللي اتحطت عشان تحل أزمة تعريب الكمبيوتر؟ وليه نفس الخوارزميات دي بيستعملها الهاكرز النهارده؟ وهل فعلا في معيار عالمي بيجمع كل لغات العالم بما فيهم اللغة العربية، ولا كل لغة لها معيارها الخاص؟ في الفيديو ده هنرجع خطوة خطوة لحد ما نفهم إزاي الكمبيوتر بدأ يفهم الرموز وإزاي العربية دخلت عالم الصفر والواحد. مبدئيا لازم نعرف ايه هي لغة الكمبيوتر اصلا. ممكن تكون عارف ان الكمبيوتر ما بيفهمش لغات بشرية، هو في الحقيقة ما بيفهمش غير الارقام، وبالتحديد رقمين بس، صفر وواحد. والسبب بسيط جدا، الكمبيوتر في الاساس جهاز كهربائي مبني على حالتين، يا اما في توصيل كهربي وده بنمثله بواحد، يا اما ما فيش توصيل كهربي وده بنمثله بصفر. وبكده عندنا خانة تحتمل قيمتين فقط، والخانة دي بنسميها بت، وهي اصغر وحدة بيانات في الكمبيوتر. لحد هنا قدرنا نمثل الصفر والواحد. طيب لو عايزين نمثل رقم 2 هنزود خانة كمان، ولو عايزين نمثل رقم 3 هنستخدم الخانتين مع بعض. لكن السؤال المهم هنا، احنا بنزود الخانات على اي اساس؟ خليني اسالك سؤال بسيط، شوف الرقم ده كده، انت قراته 465 مش 465، لانك عارف ان الارقام اللي بنستعملها تابعه للنظام العشري. في النظام العشري اول خانه بتساوي 10 اس صفر واللي هي خانه الاحاد، واللي بعدها 10 في 1 واللي هي خانه العشرات، واللي بعدها 10 اس 2 واللي هي خانه المئات. وعلى الاساس ده قرات الرقم 465. طيب ايه رايك لو غيرنا الاساس من 10 الى 2؟ ساعتها اول خانه هتساوي 2 اس صفر واللي هي بتساوي 1، واللي بعدها 2 اس 1 واللي هي بتساوي 2، واللي بعدها 2 اس 2 واللي هي بتساوي 4، وبعدها 8 و16 و32 وهكذا. وده بالظبط اللي بنسميه الباينري سيستم او النظام الثنائي، وهو النظام اللي الكمبيوتر بيشتغل بيه. وزي ما انت شايف لو عندنا 8 خانات وكل خانه بتساوي بت يبقى عندنا 8 بت. وفي الكمبيوتر ساينس ال 8 بت بتساوي بايت واحد، والبايت الواحد ل 256 احتمال مختلف. فإحنا كده شبه عملنا نظام يخلي الكمبيوتر يفهم الأرقام عن طريق تبسيطها لإشارات كهربائية. وهنا علماء الكمبيوتر الساينس سألوا نفسهم سؤال مهم جدا، بما أننا توصلنا لنظام الكمبيوتر يفهمه وفي 256 حالة مختلفة، إيه اللي هيحصل لو استغلينا الحالات دي ورمزنا لكل حالة بحرف أو رقم؟ يعني مثلا نخلي حرف ال A يساوي الرقم 65، ساعتها لما تكتب حرف ال A على الكيبورد الكمبيوتر هيحوله تلقائيا للرقم 65 ويفهم إن الرقم ده بيرمز لحرف ال A. وبكده نكون عملنا قاموس في كل حرف او رمز ليه رقم محدد والكمبيوتر يعرف يترجمه، والنظام ده اتسمى الاسكي كود. وفي نظام الاسكي كل حرف او رقم او رمز بيتمثل برقم، والرقم ده بيتخزن في النهايه بالنظام الثنائي. النظام ده كان طفره، لاول مره ممكن نمثل الحروف والرموز بلغه يفهمها الكمبيوتر. لكن الفرحه دي ما طولتش، لانه ظهرت مشكله جديده. في نظام الاسكي اقصى حجم للبيانات كان بايت واحد واللي هو 8 بت، يعني 256 رمز فقط، وده كان كافي لتمثيل الحروف الانجليزيه والارقام وشويه رموز خاصه زي اللي في الجدول ده. بس السؤال المنطقي هنا، هل كده كل لغات العالم لازم تستعمل الحروف الإنجليزية فقط عشان تتعامل مع الكمبيوتر؟ وهنا ظهرت مشكلة عالمية، بما إن الأسكي بيدعم الإنجليزي فقط، كل دولة قررت تعمل نسخة أسكي خاصة بيها وتحط فيها حروف لغتها. والمصيبة كانت إن نفس الرقم ممكن يرمز لحرف مختلف حسب الجهاز أو الدولة، يعني رقم 130 مثلا حرف في جهاز وحرف تاني خالص في جهاز تاني، وده طبعا عمل فوضى وخلى كل مجموعة أنظمة منعزلة لوحدها. ولكن ظهر نظام تاني علشان يحل الأزمة دي، واللي هو نظام اليونيكود. اليونيكود أشمل بكثير من الأسكي لأنه اتصمم علشان يخدم كل لغات العالم. بس خلينا نوضح نقطة مهمة جدا، اليونيكود مش ترميز واحد ومش بيشتغل ببيانات مباشرة. اليونيكود هو قاعدة بيانات ضخمة وجدول عالمي بيجمع كل رموز العالم في مكان واحد. كل رمز في اليونيكود ليه كود بوينت وشكل واتجاه وخصائص لغوية إضافية، يعني حرف الميم رقمه الرسمي عالميا هو ده في أي جهاز في أي دولة في أي نظام تشغيل في العالم. وبكده أصبح عندنا قاموس عالمي موحد بيجمع كل الرموز اللي ممكن البشر يستخدموها. بس خد بالك، اليونيكود لحد هنا مجرد قاموس، يعني هو بيقول لك الرمز ده رقمه كذا، لكن لو خدنا الرقم ده واديناه للكمبيوتر مباشرة الكمبيوتر مش هيفهمه، لأن الكمبيوتر بيفهم البايتس مش الأرقام. وزيادة على كده المعالج بيشتغل على بايتس والشبكات بتنقل بايتس والملفات بتخزن بايتس مش أرقام مجردة، فكان لازم نظام يحول أرقام اليونيكود لبايتس يفهمها الكمبيوتر. ومن هنا ظهر اليو تي اف 8 انكودنج، واللي هو اختصار ليونيكود ترانسفورميشن فورمات
8 بت. اليو تي اف 8 دوره بسيط جدا، بياخد الكود بوينت ويحوله لسلسله بايتس الكمبيوتر يعرف يشتغل عليها. ولو دخلنا في تفاصيل اليو تي اف 8 هنلاقي انه variable length encoding، يعني الرمز الواحد ممكن ياخد من 1 بايت لحد 4 بايتس حسب نوعه. والتصميم ده كان عبقري لانه بيوفر مساحه تخزين متوافق مع الاسكي وهو الترميز الاساسي للويب، وده اللي ميز اليو تي اف 8 وخلاه ينتصر على اليو تي اف 16 وال 32 ويبقى الترميز الافتراضي تقريبا لكل انظمه العالم. تعالوا نشوف الكلام ده عمليا ونشوف رحلة حرف الميم من أول ما تضغط عليه في الكيبورد لغاية ما يظهر على الشاشة. خلينا نبدأ بالهاردوير. أول ما تضغط على زرار الميم الدائرة الكهربائية في الكيبورد تنتقل والكيبورد يسجل العمود والصف للزرار اللي ضغطته. الكيبورد بيبعت مكان الزرار نفسه مش الحرف، لأن نفس الزرار ممكن يمثل حرف ال في الإنجليزية وحرف الميم في العربية. بعد كده الكيبورد بيحول إشارة الزرار لسكان كود. السكان كود ده بيمثل الزرار فقط مش اللغة ولا الحرف. بعد تحويله الكيبورد بيرسل السكان كود على شكل بايتس عبر اليو اس بي او البلوتوث حسب نوع الكيبورد. النظام بيستقبل السكان كود وبيديها للكيبورد درايفر، وظيفته يفهم الزرار اتضغط ولا اتساب. بعد كده بيرسل ايفنت للاوبريتنج سيستم. لما الاوبريتنج سيستم يستلم الايفنت بيبص على اللاي اوت، هل اللغه عربي ولا انجليزي ولا لغه ثانيه، يحول الزرار للحرف المناسب حسب اللغه. مثلا نفس الزرار يمثل حرف ال والميم، النظام يقرر يعرض اي واحد حسب اللغه الحاليه. لو اللغه هي اللغه العربيه هيظهر حرف الميم. دلوقتي نخش في الجزء الثاني من الرحله داخل الانكودر نفسه. وفقا لليونيكود حرف الميم هيتحول معانا للكود بوينت ده، وكلمه كود بوينت معناها رقم فريد بيمثل الحرف مش شكله ولا صوته. بعد كده لازم نعرف نطاق الكود بوينت اللي معانا. بما ان اليو تي اف 8 عنده 4 نطاقات، فبالمقارنه هنلاقي ان الكود بوينت بتاع حرف الميم بينتمي لنطاق ال 2 بايت. فاول حاجه بنعملها اننا بنحول الكود بوينت لباينري كود، فبتقسم كل حرف على هيئه رقم لوحده، وبعدين بتحول كل رقم لباينري بنفس الطريقه اللي شرحناها، وبكده طلع معانا 16 بت. ولكن اليو تي اف 8 ما بيخزنش البايتات كده على طول، في قالب او تمبلت بيمشي عليه لكل عدد بايتات، وبالتالي التمبلت الخاص بال2 بايت هو ده. ال110 بترمز لاول بايت، وال10 بترمز للبايت التابع ليه، والاكس دي اللي فعلا بتخزن مكانها البيانات، بحيث ان اول بايت بيكون 5 بت، تاني بايت بيكون 6 بت. وبكده التمبلت اللي احنا هنمشي عليه مجموع البتات اللي فيه هو 11 بت. هنجيب ال 16 بت اللي حولناه قبل كده، وبما ان اليو تي اف 8 محتاج 11 بت فقط، فبالتالي هناخد اخر 11 بت من اليمين، وبعد كده هنقسمهم نصين، وكل نص هنركب عليه البادئه حسب التمبلت اللي احنا ماشيين عليه. هيطلع معاك في الاخر 2 بايت. كل اللي عليك انك تحول كل بايت فيهم للهكس عشان يطلع معاك الهكس كود ده في الاخر، وده فعلا التمثيل الحقيقي اللي بتخزن في الملفات والذاكره. وبعد كده المعالج بيقرا البايتس من الذاكره، والبرنامج اللي انكتب فيه النص بيعرف نوع الترميز واللي هو يو تي اف 8، وبعدين يترجم البايتس حسب الترميز ويجهزها للعرض. وفي مرحله العرض النظام بيمرر الحرف للفونت انجن اللي بيحوله للرسمه، والرسمه دي بتتحول لشيبس، وبعدين تتحول لبكسلات، وبعدين تنعرض على الشاشه بواسطه الجي بي يو. لو ركزت كده هتلاحظ اننا فعليا شرحنا جزء من اساسيات الهندسه العكسيه. كل خطوه من الضغط لحد العرض تعتبر تحليل الانظمه الداخليه اللي بيشتغل بيها الجهاز، وده بالظبط جزء من الهندسه العكسيه. ممكن حد سال السؤال ده، بما ان المعالج بيفهم البايت ليه بنحول البايتس للهكس وبعدين المعالج يحولها تاني للبايتس؟ مش دي كده خطوه اضافيه؟ في الحقيقه الكيبورد مش بيعرف يقرا الهكس ولا بيخزنه زي ما هو ولا بيعرف يتعامل معاه كده. ده لان الهكس بيعتبر لغه بشريه لقراءه الباينري في الديباجرز والهكس اديتورز والباكيت كابتشر. لو في مهندس شغال على البرامج دي صعب يتعامل مع البايتس مباشره، فالاسهل انه يتم تحويلها للهكس، وتم اختيار الهكس بالتحديد لانه متوافق رياضيا مع الباينري. وبعد كده البرامج هي اللي بتحول الهكس للنص او كاركترز. باختصار احنا عندنا 3 مستويات لتمثيل البيانات. اول مستوى اللي هو باينري ودي لغه الاله، ثاني مستوى اللي هو الهكس واللي هي لغه المهندس، ثالث مستوى اللي هو التكست او الكاركترز واللي هي لغه المستخدم. واحنا بننتقل بين المستويات دي على حسب مين اللي بيتعامل مع البيانات. طيب من الرحلة الظريفة دي نطلع بسؤال مهم، ايه مشكلة الكمبيوتر مع اللغة العربية وليه مش بيتعامل معاها زي باقي اللغات؟ الموضوع ده ليه كذا سبب، اهمهم ان الكمبيوتر اتبنى في الاساس للتعامل مع اللغة الانجليزية فقط، وباقي اللغات ومنها العربية اتضافت بعد كده. اول مشكلة واجهتهم لما حاولوا يضيفوا اللغة العربية وممكن تكون استنتجتها هي اتجاه اللغة. الكمبيوتر متعود يعرض النص من الشمال لليمين حرف ورا حرف ليفت تو رايت، لكن اللغة العربية بتتكتب من اليمين للشمال او رايت تو ليفت، فالكمبيوتر لوحده مش فاهم ان ده اتجاه مختلف، وبالتالي لما تكتب نص عربي هيعرضه بالشكل ده، حروف مترتبه غلط بصريا. والموضوع بيكون معقد اكتر لما تكتب ارقام واللي هي ليفت رايت او تخلط عربي وانجليزي في نفس السطر. عشان يحلوا المشكله دي استخدموا خوارزميه اسمها بي اي دي اي الجوريثم او بي دايركشنال الجوريثم. كل وظيفه الخوارزميه دي انها تحدد اللغه رايت تو ليفت ولا ليفت تو رايت، وبناء عليه تظبط الاتجاه البصري للنص. ومهم جدا نلاحظ ترتيب ده ترتيب بصري فقط مش ترتيب النص في الذاكره، وعشان كده الكمبيوترات لحد النهارده ما بتعرفش تعرض
العربي صح من غير الخوارزمية دي. الموضوع أشبه بإضافة أو layer بتصحح شكل النص وقت العرض، لكن النص المتخزن في الذاكرة مختلف تماما عن اللي ظهر قدامك. مشكلة تانية كبيرة ظهرت وهي شكل الحرف نفسه. من جمال اللغة العربية إن الحرف الواحد ليه أكتر من شكل حسب موقعه في الكلمة. الكمبيوتر كالعادة مش فاهم الحوار ده. أول حل استخدموه كان تخزين كل شكل كأنه حرف مستقل، يعني بدل ما تخزن 28 حرف هتخزن أكتر من 100 شكل، وده فعلا كان مستخدم لكن حل غير عملي تماما. بعد كده طلعوا بحل أذكى اسمه Arabic Shaping Engine، فكرته شبيهة بالبي اي دي اي الجوريزم. يسيب النص في الذاكرة زي ما هو، لكن وقت العرض يبص على الحرف والحرف اللي قبله والحرف اللي بعده ويحدد الشكل المناسب لكل حرف، والنتيجة النص يطلع كأنه مكتوب عربي طبيعي 100%. في فقرة تاريخية سريعة لازم نذكر دور الدكتور بشير حليمي. في أواخر السبعينات لحد منتصف الثمانينيات تقريبا من 1978 لحد 1988، وقبل ما يظهر أي معيار عالمي زي اليونيكود، الكمبيوتر كان بيعتمد بالكامل على الأسكي كود واتجاه كتابة من الشمال لليمين أو ليفت تو رايت فقط. في الوقت ده الدكتور بشير ما استناش معيار عالمي يطلع، وفكر بشكل عملي ازاي نحل المشكلة دلوقتي بالإمكانيات المتاحة. فبدأ يطور حلول لمشكلة إدخال اللغة العربية ومشكلة اتجاه النص ومشكلة شكل الحرف، وطلع مجموعة خوارزميات كانت بتتعامل مع العربي بشكل ذكي من غير ما تغير النص الأصلي في الذاكرة. وبعد كده أسس شركة أليس، واللي هي اختصار لأرابيك لاتينيان انفورميشن سيستم. والحقيقة إن الحلول دي كانت عملية جدا وفعالة ومستخدمة على نطاق واسع، لدرجة إن شركات كبيرة من ضمنها مايكروسوفت اعتمدت على أفكار وحلول مشابهة ودمجتها لاحقا في المعايير العالمية. وابتداء من سنة 1991 اتأسس اليونيكود كونسورشن، واللي قدم ترميز موحد لكل لغات العالم بما فيهم اللغة العربية. وده كان بمثابة نقطة تحول حقيقية، وخلت اليونيكود بعد كده المعيار العالمي الأساسي لكل أنظمة التشغيل والمتصفحات. أنا عارف إني بعدت شوية عن الموضوع الأساسي، ولكن حبيت أعرض الموضوع من البداية. وبالمناسبة فتحنا الانتساب على القناة لو حد حابب يلقي نظرة ويشوف الكلام على إيه. فلو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، ولو عندك رأي أو وجهة نظر اكتبها في التعليقات تحت. وحابب أوجه شكري لكل التعليقات الإيجابية على الفيديو اللي فات. نلقاكم في الفيديو القادم، وسلام.